السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا مع بعض البيتزا بعجينة جميلة جدا وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وهتعملي أحلى بيتزا في البيت وبطريقة جميلة جدا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف طريقتنا. معايا هنا كيلو دقيق منخول. أهم حاجة ننخل الدقيق كويس. هنضيف على الدقيق معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار لبن باودر، معلقتين سكر، رشة ملح. هنقلب كل المكونات دي كويس جدا. هنكون مجهزين معلقتين خميرة على كوبايتين لبن دافي وعليهم معلقة سكر. الخميرة بتاعتنا خميرة زي ما احنا شايفين. هنضيفها على الدقيق بتاعنا وهنعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا. اهم حاجة تكون عجينة طرية جميل جدا. هنسيب العجينة تخمر. تعالوا نعمل صلصة البيتزا بطريقة سهلة جدا. انا عندي هنا جبت الطاسة بتاعتنا، معايا علبة صلصة متفرزة عادية، طماطم عادية. هضيف عليها معلقتين كاتشب، معلقتين صوص باربيكيو، ورشة ملح وزعتر. بس كده، مش هضيف اي اضافات تانية خالص. هسيبهم يغلوا مع بعض غلوا على النار زي ما احنا شايفين. بدأ يغلي معانا. هطفي على النار وهضيف معلقة زيت زيتون. هضيف معلقة زيت الزيتون بعد ما اطفي على النار. تعالوا نشوف بقى العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. ههبطها واخليها تخمر تخميرة تانية عشان تبقى العجينة معانا هشة وجميلة. تعالوا نسوي فراخ. معايا هنا اوراق فراخ مقطعها قطع صغيرة. الاوراق هتبقى احلى من الصدور عشان هتبقى طرية وجميلة جدا. هضيف مكعب زبدة او معلقة زيت وهشوح فيها الفراخ بتاعتنا. هضيف عليها ملح، فلفل اسود، حبهان باودر، رشة زعتر صغيرة جدا. مش هضيف حاجة تاني اكتر من كده. هنكون مجهزين مع بعض مشروم مقطعاه قطع صغيرة زي ما احنا شايفين، وهيتشوح مع الفراخ لغايه ما لونهم يبقى جميل. وهضيف عليهم معلقه صوص باربيكيو وهسيبهم يبردوا. تعالوا نشكل العجينه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. العجينه بعد ما خممت قسمتها على 4 قطع. هيعملوا معانا 4 بيتزات كبار. هيعملوا معانا ما شاء الله حجم كبير. هسيبهم يفتحوا شويه. بعد كده هنجيب مع بعض دقيق ذره، هنفرد عليه عجينه البيتزا بتاعتنا زي ما احنا شايفين. العجينه هشه وطريه جدا وناعمه في ايديكي، وبتروح وتيجي معاكي، مش بتشد منك. بسم الله ما شاء الله. ده السر في جمال العجينه. معانا هنا الصينيه بتاعتنا. اهم حاجه ندهن الصينيه فرشه زيت صغيره. بعد كده هنفرد العجينه بتاعتنا في الصينيه زي ما احنا شايفين. هنجيب بقى طبقه الصلصه بتاعتنا، هنوزعها بالشكل ده. معاكي بقى كل اللي متواجد عندك في البيت ممكن تحطيه. معايا هنا جبنه رومي مبشوره. الفراخ بتاعتنا اللي احنا سويناها بسم الله ما شاء الله. الفراخ دي طعمها تحفة، جربوها بالطريقة دي للبيتزا، طعمها جميل جدا. هنوزع الفراخ بتاعتنا زي ما احنا شايفين. معايا قطع فلفل رومي قطع قطع صغيرة. معايا زيتون شرايح، زيتون اخضر وزيتون اسود زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. بعد ما ضفنا الزيتون هنضيف بقى الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا. هنضيف جبنة موتزاريلا، عندك ميكس جبن المتاح عندك حطيه. هتطلعي احلى بيتزا، احلى ما تشتريها من بره مليون مره. في انتي عاملاه بايديكي. هنكون طبعا مسخنين الفرن قبلها، ما بتاخدش وقت طبعا في الفرن. تعالوا نعمل واحده تانية. بصي، انا فردتها وحطيتها في الصاج. ما عندك الصينيه مدوره تحطيها في صاج، حطيها في اي حاجه، واخده الشكل بتاعها جميله جدا. شايفين حجم البيتزايه قد ايه؟ يعني العجينه ده الكيلو يعمل معاكي 4 بيتزايات كبار بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. معايا هنا سلامي مدخن، هوزعه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وهنضيف بقى برضو نفس المكونات اللي ضفناها، قطع فلفل رومي، زيتون، الجبنه الموزاريلا. عايزه تضيفي اي اضافات تانية براحتك. بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه يكون الفرن سخن قبلها عشان هي بتاخدش 10 دقايق في الفرن. اللي هي بالفراخ طلعتها وهي بتستوي، ضفت عليها صوص باربيكيو وهسيبها تكمل دقيقتين في الفرن وهطلعها. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. بصي هي سخنه جدا، كانت لسه طالعه. بسم الله ما شاء الله.
بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا من تحت السوا بتاعها ولونها وطعمها حكايه. جربوها وقولوا لي رايكم. لو ما تشوفونا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بشوفكم في